وصفتي لليوم مميزة وغير شكل. رح أعمل معكم ساندويش الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة والطعم أكتر من شهي. إن شاء الله تعجبكم هالوصفة، تابعوني نشوف كيف طريقة تحضيرها. قلاي او بطنجرة اللي انتو بتحبوه رح انزل زيت نباتي، ورح انزل عليها قطع دجاج انا مبهراها بخردل، ملح، فلفل اسود، فلفل مشكل، البهارات السبع، ورشة قرفة، ومعلقة صغيرة بودرة الثوم، معلقة صغيرة بودرة البصل، ومعلقة لبن طبعا، وكله وخلطتهم كتير كويس وغطيتهم وحطيتهم بالثلاجة يوم كامل. شايفين بضلني بقلب فيه عشان ما ينشف عندي الدجاج. وهلأ رح انزل عليها بصلة مفرومة جوانح مع سن توم مدقوق، وهيك بعد ما قلبتهم. هلأ رح انزل عليها بالفليفلة الحلوة مقسمة كمان جوانح، مع هيك نص قرن فلفل اخضر حار، تعطينا لذاذة كتير طيبة بالساندويتش، خصوصا اللي بحب الحار. ورح اقلبهم مع بعض. وهلأ رح انزل عليها بالفليفلة الحمراء كمان مقسمة هيك جوانح رقيقة. شايفين هالألوان؟ عن جد الألوان ما شاء الله لحالها حكاية، بتشهي والعين اللي بتاكل. وهلأ رح انزل عليها بقطعة زبدة بتعطينا نكهة كتير زاكية بالدجاج، وما رح اخليهم كتير على النار عشان بحب انا الفليفلات فيها قرشة. وهلأ رح انزل عليها بالفحمة، وهاي اختيارية، بقصدي بحط هلأ الفحمة ورح انزل عليها بشوية زيت واغطيها. وهاي الإضافة كمان أنا حبيت أضيف جبنة، أنتو الجبنة اللي أنتو بتحبوها أي نوع عندكم، المهم إنه تسيح. وهلأ رح أعمل الصوص للساندويش أفوكاتو، وبالشوكة ورح انزل عليها بالملح وفلفل اسود وليمون وثوم مهروس وشوية زيت زيتون. وهلا انا استخدمت خبز التورتيلا، انتم بتستخدموا اللي بتحبوه، ونزلت عليها من الصوص اللي عملته للساندويش. رح انزل عليها الدجاج والجبنة، ورح الف الساندويش، وهلا على الجريل احمصها. فعلا من أطيب السندويشات اللي أنا بعملها. عن جد جربوها وإن شاء الله رح تعجبكم ورح تدعولي. حبايبي كنت معكم نسرين السعدي. لو عجبتكم وصفتي ما تنسوا الاشتراك بصفحتي، وصحة وهنا للجميع. دمتم بأمان الله.